ما تزعلش اما حاجه تضيع منك، اما حاجه تبقى انت منشن انها تبقى معاك وفجاه مره واحده تلاقيها مش معاك، واعرف ان انت ما اتحرمتش منها. اعرف ان الحاجه دي هو ربنا ما كتبش انها تبقى معاك، وربنا ما كتبش، لان اكيد الحاجه دي ممكن كانت تبقى وحشه ليك، ومهما اقسمت لك ان الحاجه دي ما تناسبكش انت مش هتصدق. بس مع الوقت هتعرف ان ربنا ما حرمكش، ربنا اداك فرصه تانية تختار الاحسن. يا ابني انت خايف ليه؟ ليه كل حاجه في حياتك بتخاف منها؟ خايف من مشاكلك وخايف من الضغوط وخايف انك تواجه وخايف انك تعمل اي حاجه. الحياه كده مش هتبقى كويسه، انت لازم تجمد، لازم تبقى ما بتخافش، لازم تواجه وانت عارف ان الرحله لازم تكمل غصب عن اي مشكله في حياتك. لازم تقف قدام اي حاجه بتهددك في حياتك وتقف قدامها بتحسب ان الجيم بتاعك. الحلم كبير، الحلم كبير والحاجه اللي انت عايزها كبيره. عشان كده ركز في حياتك، ركز في حياتك، ركز انك تبقى بطل قصه حياتك. ركز في الحاجه اللي ترضيك، الحاجه اللي انت عايزها، الحاجه اللي انت بتحلم بيها. انت ما انتش عارف ازاي ممكن ربنا يغير المشهد عشانك، ما انتش متخيل ازاي ممكن ربنا في عز الوقت اللي انت فاكر ان كل حاجه ضدك تبقى كل حاجه معاك. ما انتش متخيل قدره ربنا ان ممكن يغير كل الترتيبات اللي موجوده في حياتك. لا، ربنا قادر يغير المشهد عشانك، قادر يبدل الاحزان بافراح، قادر يعالج الاوجاع، قادر يبقى معاك في كل حاجه بيسندك، قادر يا جدع يديك دفعه في كل حاجه انت بتحلم بيها. الدنيا مش بتدور لك ظهرها، والسيناريو اللي بيحصل مش الأسوأ زي ما انت متخيل، والابواب اللي مقفوله قدامك مش مقفوله عشان انت بختك مايل. لا، كل الحاجات دي علامه ان ربنا سبحانه وتعالى عاين لك جبر في حياتك. كل الحاجات دي علامه ان ربنا بيرتب لك حاجه الاجمل والاروع على الاطلاق. والدليل على كده ان كل الناس اللي ربنا جبرهم في حياتهم كانت الرحله صعبه. هو انت دلوقتي بتمر بمشاهد صعبه، يبان ليك انها صعبه، يبان ليك ان انت محروم، يبان ليك ان الحاجات مش ماشيه على مزاجك، يبان ليك ان كل حاجه ضدك. بس والله العظيم كل حاجه معاك، والابواب اللي مقفوله بقسم لك بالله هتفتح، والايام اللي بتعدي عليك صعبه بقسم لك بالله ربنا سبحانه وتعالى هيبدلها لك لايام احلى واحلى. وكل الحاجات اللي انت نفسك فيها هيعدي عليك وقت وتبقى معاك، لان انت راس مالك المجهود. وطول ما انت بتبذل مجهود وعندك ايمان بربنا والله العظيم هتشوف جبر ما تتخيلوش. ما يهمكش بيقولوا عليك ايه، ما يهمكش الظروف اللي بتقابلك، ما يهمكش اي حاجه. ركز في حاجه واحده بس، ان ربنا بيدي كل بني ادم بيتعب.